حنا كرجال او دراري خلقنا الله عارفه بلي عاده حاجه عندنا وهي كنتفقوا عليها، هي انه فاش شي واحد انه كنقص من الرجوله ديالنا فراه الدم ديالنا كيطلع والسكر كيطلع والاعصاب كتطلع كاملين. ولكن اليوم غنتعرفوا انا وياكم على بعض الحوايج اللي كنقصوا من الرجوله ديالنا، والاغلبيه فيكم كيديرها وكتجيهم عادي. فراه بلا ما نكذب عليكم ونقول لكم ديك الهضره اللي دائما انه كتسمعوها اللي ما فيها حتى شي فايده واللي حتى شي منفعه، واللي صحابها انهم كيديروا فقط دوك النصائح غريبه انا باش كيتبارطاج الفيديو ديالهم صافي وكيطلع وما كيربحوا معاكم والو، وحتى نتوما ما كتربحوا معاهم والو، سوى انهم هما كيديو فقط بعض من الشهره اللي ما غاديش يستافدوا منها اصلا. وراه اي واحد انه فاش كيتشهر انه كيفوت فقط مده وكيولي عاوتاني فين كان. فانا داكشي علاش كنخلي بلاصتي زينه معكم ونقيه، فان شاء الله ما نخيبش ظنكم. فاول حاجه اننا كنلاحظها في الدراري بزاف او حتى في الرجال عامه انهم كيلبسوا السراول مزيرين. السراول المزيرين انها كتنقص من الهبه ديالك ايضا فقط ماشي من الرجوله ديالك. السراول المزيرين انهم فقط تولفنا انهم نشوفهم كيلبسوهم البنات الصغار او وراه حتى البنات الصغار الكبار ما خصهمش يلبسوهم اصلا. المهم هادشي ماشي من الموضوع ديالنا. فراه السروال لا زير كنتي كتلبسه فراه حاول انك تبعد منه او لا ترميه او لا حاول، المهم ما تبقاش تلبسه، خليه محيه ما تعاودش انك تلبسه، فهو كنقص من الرجوله ديالك. فعارفين بلي انه هادي شحال انه كانوا ستيل هو انك تلبس سروال مزير وكان عادي. في الصراحه انا واخا هكاك واخا كنت شويه صغير ما كانش كيجيني عادي وما كانش كترشق لي اصلا انني كنلبس سروال مزير، ما كنحسش براسي مرتاح ذاتيا ونفسيا. فرا السروال المزير ما ندارش للرجال. فرا فاش كتبغي تشري شي حاجه حاول تشريها انها تكون شويه واسعه عليك وما تكونش مزيره، فقط انك باش تحافظ على راسك. راه ما جاياش اخويا ان المؤخره ديالك تبان وهي مزيره كامله، فحتى انك تقول لي انها مغطيه او لا شي حاجه فراه ما تستاهلش اخويا انك تلبس السروال مزير، واصلا ما مناسبش لينا حنا كرجال. والحاجه الثانيه هي انك تكون حساس اكثر من القياس. عارفين بلي انه البنت حساسه بطبعها، حساسه انها تقدر تبكي على صاحبتها باباها ماماها اي حاجه على صحاباتها كاملين، وعادي تقد حتى تجي وتبكي لك واخا البنت ما تكونش تعرفك وتبكي لك ونورمال ما تقدش تضحك عليها او لا شي حاجه. ولكن انك انت فاش يوقع لك شي بلان ما تحاولش انك تبقى متاثر به بزاف كيف ما كان فراق ايش ضيعتي فلوس ضيعتي مستقبلك. فراه حاول، انا ما كنقولش هنا ما تبكيش اولا ما كتحس، خذ وقتك في البكاء ولا في التحسر ولا في الندم، حس بداكشي اللي كتحس بها ولا داك الحزن، فقط الوقت قصير من بعدها نوض وخدم على مستقبلك وعوض داكشي اللي ضاع لك. ما تبقاش دائما انك تفكر في داكشي اللي فات ولا داكشي اللي ضيعتي، ونوض وخدم على مستقبلك وما تبقاش متعلق في الماضي. فما حدك انك متعلق في الماضي فراك غادي تبقى حساس سواء من تجاه انسان او لخدمه او لبلاد او حتى شي حاجه. انت راجل فراك تقدر انك كيف ما ضيعتي داك الحاجه فراك تقدر انك تولي تجيبها وتولي عاوتاني معاك، فما تكونش حساس بزاف اخويا. والنصيحه الثالثه وهي كثره البنات. فراك الا كنتي كظن باللي انك لا عندك بزاف تاع البنات في حياتك او لك كتعرف بزاف تاع البنات وكتقول باللي انك كتحس براسك انك زوين وما نعرفت او لا راجل كيموتوا عليك على الرجوله ديالك، فاخويا عرف راسك بلي انك انت هو اكبر مكلخ، ونقدر نقول حاشا الناس انك انت هو اكبر حمار. فراه الرجوله ما كتقاش بعدد البنات او بعدد شحال من حاجه. فراه شحال من واحد كان مثلا الوالد ديالك عنده مراه وحده واللي هي الام ديالك، وحتى انا ولا كانت عندك شي بنت في حياتك فراه عادي نورمال انها بنت وصلت لها معاها راجل. وكيف ما قلنا عاوتاني هادشي مش الموضوع ديالنا. فراك حاول انك تنقص البنات من حياتك شحال ما نقصتي البنات من حياتك شحال ما تركز على المستقبل ديالك. ونعطيكم واحد المعلومه، فانك فاش انك كتعاشر مع البنات بزاف فرا الهرمونات ديال الرجوله ديالك انهم كينقصوا وكدير دوك الافعال اللي كيديروهم هما، سواء العاده من العادات ديالهم، سواء في طريقه الكلام ديالهم، سواء في طريقه التقشاب ديالهم او الضحك ديالهم او اي حاجه كيف ما كانت. فراك حتى انت بلا ما تحس راك غادي تبقى ديرها مع الدراري صحابك او العائله ديالك. فبعد عليك البنات بزاف وحاول انك تخلي وحده، وحتى ديك الوحده حتى لما كانت فراه جاي الوقت وربي غادي يلاقيك بها ان شاء الله. الحاجه الرابعه وهي دوك لي باري، انك اللي كتضرب لي باري في يديك باش تقوي العضله ديالك او باش تنفخ العضله ديالك. فرا باش تعرفوا ان هذوك لي باري ما كيقويوش العضله،
فراهم فقط انه كينفخوها. انا ما كنهضرش على هذوك اللي كيديروا فقط العضلات كامل، كنهضر على اللي كيديروا في بعض من العضلات، مثلا انهم فقط انهم كيديروا في البيسيبس والتريسيبس، او لا في الرجلين، او لا فقط في الصدر. فخويا هذه اصلا كتنقص من الرجوله ديالك، واصلا عمر كانت الرجوله ديالك بالصحه. فاللي كيدير هذا الشيء او لا ناوي يدير هذا الشيء، فخويا بعيد على هذا الشيء قبل ما تندم، سواء لا في الصحه ديالك ولا في الرجوله ديالك. فما غاديش تبقى تايق في حياتك وتايق في راسك ابدا. كتجيني غريبه انه واحد كيبغي ينفخ شي حاجه اللي كتر من القياس على ما نعرفت على قبل بعض الايام ولا على قبل شي حاجه. فحاولوا الاخوان انكم تفكروا بعقلكم كتر ما تفكروا بقلبكم او لا بالشهوه ديالكم. والحاجه الخامسه واللي كل شي عارفها واللي كل شي قد يتفق عليها، وهي انك كتعاند الوالدين ديالك او لا انك كتغضبهم او لا كدير لهم داكشي اللي ما كيعجبهمش. فحاول انك تكون راجل معاهم وتبعد على الطريق الحرام. يلا اخوان تهلاو.